كان يظن البعض باننا غير كنا كنخربقوها، كنا كنقولوا كلام جيب يا فم وقول. المهم اليوم غاد هاد العشيه جو ويلسون النائب الامريكي داخل الكونغرس كيلوح لنا واحد الروسي، واحد التوصيل ديال انه حط هذا المشروع ديال تصنيف البوليساريو كمنظمه ارهابيه داخل الولايات المتحده الامريكيه. والاكثر من ذلك انه كاينه واحد المفاجاه كبيره جدا. أفشل الكونغرس الأمريكي بالأغلبية الساحقة مشروعا لتصنيف جبهة البوليساريو حركة إرهابية. وحصل مشروع القانون HR 1941 الممول والمروج له من قبل لوبيات الاحتلال المغربي على نسبة تأييد لا تتجاوز 2%، يقابلها توقيع يتيم من نائب جمهوري معروف بولائه الأعمى للمخزن، بينما صوت 98% ضد المشروع الذي يسعى لفرض عقوبات على جبهة البوليساريو. ربما غادي نختار اليوم جوج المواضيع فقط. القضية الوطنية راكم متابعين، حضور زوما إلى المغرب مكسب كبير لا شك سينضاف إلى ما حققته بلادنا فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، واختراق جنوب إفريقيا والرأي العام في الجنوب الإفريقي. باغي خالد بدلت ها روح الخالد. Really good to see you. I'm so glad you're here.